النهارده بقى هعيشكم معايا اجواء جميله جدا في قريه 25 يناير بس بالليل. الفيديو دوت انا عملته لكم بالليل. النهارده اخر يوم ليا في قريه 25 يناير، فقلت اسهر شويه بقى عشان الصبح ان شاء الله همشي. فقلت بقى اصور لكم القريه بالليل وتشوفوا الجمال والطبيعه الحلوه قوي في قريه 25 يناير والاضاءات اللي هم عاملينها. زي ما انتم شايفين ده حمام السباحه، شايفين الاضاءات اللي موجوده عليه، شكل الحمام كمان جميل جدا. طبعا انا كنت عملت لكم فيديو للصبح بتفاصيل القريه وكنتوا شايفين كل حاجه. دي الاضاءات بالنسبه اللي موجوده في القريه، زي ما انتم شايفين اضاءات كلها هاديه يعني مريحه جدا للاعصاب. وكمان الميزه في القريه كمان ان انت البحر موجود في قلب القريه، يعني انت لو حبيتي تسهري على البحر زي ما انت عايزه. محدش هيقولك اي حاجة. كمان في فرد امن، في امن بيبدأ يحرسك بالليل على البحر عشان لو فيش اي حد من بره القرية من خلال البحر يضايقك. كمان القرية زي ما انتم شايفينها كده الاضاءات بجد مريحة جدا. انا حبيت اول ما لقيت المنظر الجميل دوت. انا سهرت طبعا بالليل عشان طبعا اخر يوم ليا، فالواحد طبعا مش عايز يسيب الحلاوة دي ويمشي. فقررت ان انا اسهر شوية النهاردة، فقلت اصور لكم الفيديو دوت عشان تشوفوا كل تفاصيل القرية بالليل والاضاءات اللي موجودة هناك والجمال والطبيعة الحلوة اللي موجودة هناك. كمان في نظام حلو قوي في القرية. ان انتي لو انتي عايزة تسهري الوقت اللي انتي عايزة تسهريه، ما حدش هيقولك اطلعي مثلا الشالات بتاعتك او اي حاجة. لا، بتفضلي قاعدة زي ما انتي عايزة الوقت اللي انتي عايزة تقعدي فيها، بيسيبوكي براحتك خالص. غير زي ما انتم شايفين النظافة اللي في القرية، بجد بجد قرية نظيفة جدا. طبعا الناس اللي كانت بتسألني على تفاصيل القرية، لو انتوا حابين تسألوا على اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكتب لكم الارقام التليفونات للتواصل مع القرية نفسها. علشان طبعا كل شاليه بيختلف سعره عن التاني، لان في كذا، يعني في شاليه اوضه بس، في شاليه اوضه وصاله، في شاليه اوضتين وصاله. فكل مساحه بتختلف في السعر بتاعها، وكمان اوقات الحجز بتاع القريه كمان بيختلف. فلو انت حابه ان انت تحجزي في القريه دي، اكتبي لي في الكومنت وانا اكتب لك ارقام التليفونات عشان تتواصلي مع القريه وتشوفي انت هتحجزي الوقت اللي يناسبك. شايفين الجمال، والكراسي موجودة والترابيزات موجودة. وقت ما انت حابة تقعدي في اي مكان هتلاقي مكان تقعدي فيه في قلب القرية. طبعا دي الاضاءات اللي موجودة، بجد بجد القرية نظيفة جدا ومريحة جدا للاعصاب. انا زعلانة بجد ان انا سايبة القرية الصبح وماشية. بس كانوا يومين، كام يوم كده حلوين. الواحد رايح اعصابه فيهم. شايفين الجمال. في نظام جميل جدا في القرية، مسافة ما بتقومي من على الترابيزة اللي انت كنت قاعدة عليها بيجي فرد على طول ينظف مكان ما انت كنت قاعدة ويظبط الترابيزات زي ما انتوا شايفين كده. وكمان في محلات في القرية مفتوحة لوقت متأخر قوي، يعني لا زي ما انت عايزة تنزلي تشتري اي حاجة في قلب المحلات موجودة. وكمان في كافيتيريا في قلب القرية. شايفين الجمال. والله انا زعلانه ان انا سايبه القريه الصبح وماشيه، بس انا قعدت خلاص كام يوم وخلاص كده. صراحه قلت بقى النهارده اسهر شويه كده عشان خاطر استمتع بالجمال دوت، مش قادره اسيبه. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا، لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد من قناه يوم جديد مع ساره. شايفين الجمال. بيتهيألي مش هتلاقي هدوء في أي حتة زي القرية هنا. القرية هنا جميلة جدا وهادية جدا. الواحد بقى تاني يوم هيروح بقى للزحمة في القاهرة، وانتوا عارفين الدوشة اللي بتبقى موجودة في القاهرة. الصراحة هنا بقى الجو هنا جميل جدا، الواحد قاعد كام يوم كده أعصابه هديت وكمان راحة نفسية حلوة قوي بجد، يعني هتحس براحة هناك جامد قوي. وكمان الخدمة هناك مميزة جدا. أي حاجة بتعوزيها بتلاقيها. وكمان الأسعار يعني موجودة في القرية، يعني زيها زي بره بالظبط، مش بيغلوا أي حاجة خالص.
دي الملاهي بتاعة الأطفال، زي ما انتم شايفين هي كل الألعاب اللي موجودة فيها موجودة قدامكم اهيت، والملاهي منورة عادي عشان تشوفي ايه الألعاب بتاعتك ايه بتاعة الأطفال اهي. وكمان عاملين لك كراسي في قلب الملاهي بحيث ان انت تتفرجي على عيالك وهما بيلعبوا قدام عينيكي. وكمان في ترابيزات للبلياردو. شايفين النظافة بتاعة القرية عاملة ازاي. كده احنا داخلين على الريسبشن، ودي البوابة، وده ملعب صغير برضو. الجزء دوت قدام الريسبشن. شايفين النظافة بتاعة الأرض عاملة ازاي. ده الريسبشن. طبعا المكان اللي قدامنا دوت ده حمام السباحة. اتمنى لو انتي لسه بتتفرجي على الفيديو لحد الوقت دوت، يا ريت تعملي لي بقى لايك واشتراك في القناة. ولو حابة تستفسري على اي حاجة عن القرية اكتبي لي في الكومنت وانا برد عليك على طول. طبعا عاملين زحاليق في قلب حمام السباحة زي ما انتم شايفين، ده بالنسبة لحمام السباحة الكبير. طبعا في شاليهات بتبص على حمام السباحة على طول، وفي شاليهات بتبص على البحر على طول. في شاليه بيبص على حمام السباحة والبحر في نفس الوقت. اللي انا قاعدة فيه بيبص على حمام السباحة وكمان بيبص على البحر في نفس الوقت. مستنية بقى الاستفسارات بتاعتكم وانا هرد عليكم على طول. ولو الفيديو بقى عجبكم ياريت ما تنسلوش بقى في لايك واشتراك في القناة. وشكرا جدا لوقتكم على المشاهدة، واتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله في قرية 25 يناير. لو انت حابة تروحي قوليلي، اكتبيلي في الكومنتات وانا اقولك كل التفاصيل اللي انت عايزاها.